ازيك يا بطل؟ عمرك فكرت ليه مزاجك بيتغير؟ ليه بتصحى يوم متحمس زي النار ويوم تاني بتكون هادي ومكسل؟ ليه شخص جنبك عصبي جدا وشخص تاني بارد زي التلاجة؟ السر مش في الظروف وبس، السر في الخلطة اللي ربنا خلقك بيها. زمان عبقري زي أبو بكر الرازي، من أعظم دكاترة زمانه وحكماء زمانه، قالك إن جوه جسمك بتجري 4 أنهار أساسية، وده اللي بتحدد بيها صحتك وشخصيتك وحياتك كلها. ايه هما الانهار دي وازاي تعرف انت نوعك ايه؟ يلا بينا نفتح الكنز ونشوف سر الرازي في الاخلاط الاربعة. الرازي قالك جسمك كله مبني على توازن 4 حاجات رئيسية، لو واحدة زادت او نقصت حياتك بتتقلب. تخيل معايا ال4 دول عاملين زي جرعات الحياة اللي بتاخدها من الكون. قالك إن في 4 أنهار أساسية، وتشبيه الأنهار تشبيه عميق جدا من الرازي إن هو يسحبك كده وتشوف الأنهار دي بعين الكيفية. إيه هم ال4 أنهار دول؟ رقم 1، نهر الدم، النهر الأحمر، طاقة الربيع اللي طبيعته حارة وطرية زي الهواء اللي بيغير المود. صاحبه بتشوفه دايما مزاجه متفائل منفتح، دايما بيحب الضحك وبيحب الناس، قلبه كبير، دمه خفيف، ولو زاد عنده ممكن يبقى متسرع ومندفع شوية، ودوره هو بيديك القوة في جسمك والحيوية. النهر التاني هو نهر الأصفر، المرة الصفراء، النهر الذهبي، نار الصيف، طبيعته ساخنة ويابسة زي عز الحر والولعة. صاحبه ده مزاجه الحاد القوي، بنقول عليه صفراوي، ذكي جدا، طموح، قيادي بالفطرة، بيحب ينجز. بس لو زادت عنده الصفراء ممكن يبقى عصبيته زي النار وما يعرفش حد يسيطر عليه. دوره بيكون في قوة الحماس والطموح. النهر الثالث البلغم، النهر الأبيض، برودة الشتاء، طبيعته بارد وطري زي المية الراكدة والسكينة. ده مزاجه الهادي الراسي، الصبور جدا، روتيني، بيحب الهدوء، صعب يتنرفز. بس لما تزيد البلغمية ممكن يكون كسول جدا أو في برودة داخلية بيخلي الفرص ممكن تفلت منه. دوره محتاجينه في توازن الصبر والرزانة. النهر الرابع المرة السوداء، النهر الداكن، جفاف الربيع، طبيعته بارد وناشف زي الأرض بعد ما المطر يخلص. صاحبه ده مزاجه عميق، مفكر، شخص حكيم، بيحب العزلة، بيفكر كتير في التفاصيل، وعنده إحساس بالمسؤولية. لو زادت عنده السوداوية ممكن يجيله اكتئاب أو يبقى متشائم زيادة عن اللزوم. دوره محتاجينه في التفكير والحكمة. انت متخيل الرازي كان شايف ان صحتك دي عبارة عن معادلة كونية؟ لما بيحصل مرض ده مش سوء حظ، ده انذار بيقولك ان في واحد من الانهار الاربعة طغى على الباقي. لما تتعصب زيادة يبقى الصفراء محتاجة تهدى، لما تكون دايما كسلان يبقى البلغم محتاج تسخين وانه يتحرك شوية، لما تخاف وتتردد يبقى السوداء محتاجة ترطيب وقوة. فكانوا زمان بيبصوا للمرض مش بس في كينونة الدواء، ولكن في كينونة النفس جسدية. كانوا بيبصوا ان المريض عشان يتعالج، الرازي قال لازم اوازن ما بين ارجاع الانهار الى نقطة تناغم داخلية، نقطة المزاج المعتدل اللي هي احسن واقوى حالة ممكن تكون عليها انت. الرازي عايزك تبقى انت في احسن نسخة، والنسخة دي تكون أفضل نسخة متوازنة وقوية داخلك. ودلوقتي بعد ما عرفت إن جواك بيجري 4 قوى عظمى، إيه النهر اللي حاسس إنه مسيطر عليك دلوقتي؟ إيه النهر اللي محتاج تنشطه في حياتك؟ اكتب لي في التعليقات أنا محتاج أوازن ما بين النهر الفلاني والنهر الآخر، أو أنا محتاج أشخص طباعي. وافتكر دايما صحتك مش صدفة، صحتك هي فن إدارة الأنهار الأربعة.
لو عجبك الكلام القوي والعميق ده اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي محتاجاه وتعرف احتياجها للسر الداخلي. وما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان كنوز الحكمة دي ما تفوتكش. أشوفكم على خير في رحلة اكتشاف جديدة لأسرارنا. السلام عليكم.